السلام عليكم. تعالوا بينا نعمل وصفة النهاردة سهلة وحلوة قوي. لما ببقى مستعجلة نعمل رز بسمتي بأبسط وأسهل طريقة ممكن تلاقوها، والطعم طبعا هيبقى خطير. وهنعمل لحمة بالبصلة والبطاطس، نغير شوية من صينية البطاطس باللحمة المعروفة. قبل ما نبتدي على الطريقة، أنا نور خالد ودي قناتي. متنسوش الاشتراك في القناة واللايك والكومنت على الفيديو لو عجبكم، شيروا لأصحابكم. يلا بينا نبتدي على الطريقة. اول حاجه هنعملها هي اللحمه بالبطاطس بالبصله. دي لحمه كانت نص كيلو. هتجيبي القطعيه من الجزار اللي انت حباها وتفضليها، لكن هي بتبقى حلوه لو فيها نسبه من الدهون. دي نص كيلو، ينفع جدا من ربع كيلو حسب الكميه المتاحه عندك. البصله هنجيب من 4 بصلات ل5 بصلات، هنقطعها جوانح كده. في ناس ما بتحبش البصل يكون باين في الاكل او يكون حجمه كبير، ممكن تقطعي البصل بأي قطعية بتحبيها، ممكن مكعبات، ممكن تبشريه. اللحمة ببصلة أو كباب الحلة زي ما معروف في مصر باسم كباب حلة، بيبقى حابب البصل يكون كتير. يعني لو انتي تقدري كمان تزودي عن البصل ده زودي براحتك. هو كل ما بيبقى فيه بصل كتير كل ما بيتكرمل وبيدي صوص كتير وبيدي صوص أحلى كمان، وبيبقى طعمه مسكر جدا في الأكل. وهنستخدم البطاطس من 4 حبات ل5 حبات، يعني هيكون حجمه متوسط. لو حابة تزودي في البطاطس برضو زودي، حتى لو هتستخدمي ربع كيلو لحمة مفيش مشكلة، ده حسب رغبتك. والبطاطس هنقطعها مكعبات. اللي فيكم بقى بيقطع الخضار او بيحب الفقرة دي في الاكل ريت يكتبلي في الكومنتات، انا عن نفسي بحبها جدا. وحلة على النار، اول ما تسخن كويس جدا هننزل باللحمة. طبعا الخطوة دي مهمة، ان تكون الحلة بتاعتي سخنت كويس جدا. هنحط على اللحمة التوابل، فلفل اسود طبعا، وده ال7 بهارات، وبابريكا طبعا كلها معلقة صغيرة. هنحط ورق لورا وحبهان، ولو عايزة تضيفي عليه مستكة ممكن تحطي مستكة. هنقلب كويس. لو اللحمة اللي بتستخدميها ما فيهاش نسبة دهون كويسة ممكن تضيفي عليها مكعب زبدة. وهنا هنضيف البصل وهنقلب كويس، وبعد كده هنضيف البطاطس بتاعتنا كل الكمية، وهنقلب طبعا كله كويس مع بعض. وحاولوا تحطوا الكمية بتاعتكم في حلة أوسع علشان يكون سهل معاكم التقليب. هنضيف كوباية من المية، يعني هو مج صغير ضفته، وبضيف عليها رشة من السكر. السكر بيعجل في سوى اللحوم وبيدي برضو طعم حلو قوي مع البصل. هنا هنعمل الرز، هنحط مكعب زبدة وعليها بصلة مبشورة. التوابل اللي حطيتها معلقة صغيرة من الكاري، معلقة صغيرة من الكركم، ومعلقة كبيرة من الملح. وبضيف عليها توابل الفراخ أو مرقة دجاج بس. وحطيت مجين من المية هسيبه لحد ما تغلي، وأول ما المية تغلي بالبصل هنحط الرز البسمتي. رز البسمتي هتستخدمي كوباية واحدة من الرز البسمتي، يبقى هنحط قصادها كوبايتين من المية. وأول ما تلاقي الرز اتشرب من المية اللي فيه هدي النار. بجد الأكلة دي خطيرة جدا ومنجزة وبسيطة وسهلة، والرز حلو قوي. بجد أنصحكم انكم تجربوا الطريقة دي، وأشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامة.